أو تشتم مراته لن نسمح بذلك. هذه العنصرية، مش إحنا بس. لا، ده إحنا ونادي الإسماعيلي اللي قالوا له البنجة باظت، ونادي بيراميدز لما شتموا الراجل رئيس النادي في الوقت دوت. لن نسمح بذلك. ده الملف الثاني. الملف الثالث كهرباء. لا، مش هيتساب. وانا بقول لكم انتم السبب. لولا حبس رئيسكم ما كانش محمود الخطيب يجرؤ يطلع لسان الدوله كلها والكهرباء يلعب. لولا حبس الرئيس كنتوا سكتوا. ليه بقى؟ قال لك انا حبست رئيس النادي. لا، مش انت اللي حبس رئيس النادي. كلنا عارفين ان مين حبس رئيس النادي. انت ما تقدرش تحبس قطه. مش انت. مش عايز اتكلم اكتر من كده عشان نحترم هيئات محترمه. انا قلت قبل كده ولن اصطدم بالقضاء ولا النيابه العامه، لان لو في قاضي 2-10 في 20,000 قاضي. رمز للبلد. لو في رئيس نيابه او 2 او 3 او 5 لاسباب عندهم، وكل الملفات عندي قلت الوزير عادل من فضلك اقعد واسمعني. قال لا، انا في حرب. حرب في ايه؟ انت تسمع اقل مواطن في البلد، والا الناس هتطلع تتكلم في العلن. ورغم الضغوط لن اتحدث في القضيه دي في العلن. اعتقد كان حد بيسالني دلوقتي اقول لي عايز سؤالك ايه؟ اول مره. لا، قول اسالني.